ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ انا هاجر من قناه لولي شانيل. لو اول مره تشوفيني متنسيش تضغطي اللايك والاشتراك في القناه. بصوا النهارده هنعمل حلبه اللي هي زي المواد كده. حطينا معلقتين سمنه كبار، ونزلنا بمعلقتين حلبه على حسب عدد الكوبايات اللي احنا هنعملها. كنا هنعمل 4 كوبايات، وانا عايزاها خفيفه ما تكونش تقيله. ايه المواد دي؟ المواد بتتعمل في السبوع للوالده، بس ما اننا في شتا. دي يعني حاجة جبارة كده ان هي تدفيكي وحاجات يعني حلوة عامة انا بحبها. بس هي دي حلبة مطحونة مش مغاد. المغاد سعرها غالي قوي، فدي بتتباع عند العطارين في اكياس، في الشتا كده تلاقيها في اكياس. لما بتكون حد والد بتتعمله مخصوص بتبقى مغاد. فهنزل بالسمنة كده معلقتين سمنة كبار، وهبدأ ان انا هحط الحلبة، وهبدأ ان انا اقلب فيها كده يعني ايه زي البشاميل كده. وافضل رايحة جاية لغاية ما ريحتها تطلع وريحتها تظهر. وهي يا بنات ريحتها جبارة. معلش انا بس صوتي رايح، فبسجل لكم صوت على صورة. وهنزل كده ايه بقى بالمية تدريجيا، وهبدأ اقلب فيها زي خطوات البشاميل بالظبط. بس هتبقى مع الحلبة، وبرده لو مغيت هتبقى بنفس الطريقة. هي والحلبة يعني ناس كتير مش بتعرفها من بعض، بس ما بقين يعني بما اني بشربها على طول فعارفاهم من بعض. فهبدأ كده ان انا اقلبها تدريجيا لغاية ما هتتقل معايا وهتديني القوام اللي انا عايزاه. هنزل بالسكر حسب ما بتحبي تشربيه بقى، زيادة خفيف مظبوط براحتك. في مكسرات كده بتتحط معاها، فانت لو بتحبيها تقدري تحطيها فيها. طب انا عشان ما بميلش للمكسرات هوريكم الكيس دلوقتي. عشان مش بنميل للمكسرات وكده فانا مش هحطها. انا كده بوريكم ان هي ايه، بتبقى خفيفة وبتبتدي تتقل بتاخد القوام اللي انت تحبيه بتشربي فيها. يعني عايزاه تقيل بتشربيه. بصي دي المكسرات بس انا مش هحطها. عايزاه خفيف، عايزاه متوسط، فانا بشربه متوسط. وكمان يا بنات دي حاجة بتدفينا في الشتاء وحلوة قوي، جربوها. وما تنسونيش في اللايك والاشتراك، ومشروب قوي في الشتاء ده. بجد بقى يا بنات يعني الحلبة دي هتدفيكم جدا في الشتاء. اللي بيبقى حاسس بالبرد يشربوها، جميلة جدا. ودي حلبة مش مغات. يلا يا بنات بقى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة. باي باي.